بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في فيديو صغير كده ان شاء الله طلب مني من اخت عزيزة من تونس. طبعا ما اقدرش اتاخر عن اي متابعين للقناة. طبعا شافت فيديو الفراخ البياضة والكتير طبعا شافوا الفيديو دوت وطلبوا مني نعمل فيديو للبط. طبعا ده فيديو للبط. طبعا ده الذكر اهوت يعني، وده ذكر تاني يعني. هنحط ذكرين مع 3 4 بطات زي دول اللي جنبهم. يعني الذكر اللي حجمه كبير ده شويه، الاسود اللي حجمه كبير شويه، ودولت بطتين. ممكن يتحط مع مثلا ذكرين بتاع 5 بطات زي دول. طبعا ده الفراخ، مشروع الفراخ اللي انا وريته لحضراتكم. وطلبته مني بالذات الاخت العزيزه بتاع تونس، الشعب الشقيق المحترم. طبعا ده فيديو برضو الارنب. كان شافوه طلبوا مني برضو يعني بعد ما شافوه انا بفكركم بيه يعني. طلبوا مني فيديو البط. وطبعا ده البيض بتاع البط بالشكل ده. طبعا احنا بنجيب مثلا ذكرين زي اللي انا وريتهم لحضراتكم دلوقتي. وطبعا دي الفراخ اللي انا كنت وريتها لكم الفيديو اللي حضراتكم شفتوه. طبعا الفراخ البياضة. طبعا قلنا طبعا هنجيب ذكرين بط مع 5 بطات مثلا كبار يعني في نفس السن. طبعا هنجيب الذكرين دول، الذكر بحوالي 160 جنيه مصري، والبطة حوالي تقريبا زيه. يعني لو جبنا الذكرين هيبقى ب 320. وكذلك الثلاث بطات او 5 هيبقوا في حدود مثلا لو 4 بطات معاهم هيبقى في حدود 600 جنيه تقريبا. يبقى الحسبة كلها تقريبا 900 جنيه. هيجيبوا بيض البط هينام على البيض، هيطلع البط بالشكل ده. بعد فترة وجيزة جدا، بعد 30 يوم هيطلع كمية البيض اللي محطوطة. طبعا لازم الذكرين معاهم، اللي هو الذكر الكبير ده اللي هو عليه عرف احمر ده، والذكر اللي والبط اللي حجمه صغير شويه عنه. يعني حاطط ذكرين اهو، ده 1 ده 2 و3 بطات اللي هم السود دول يعني قليلين شويه في الحجم. طبعا لازم يبقى معاهم ذكرين مع 4 5 بطات. طبعا البيض بالشكل ده يبقى فيه بذره، يعني بيبقى في وسطهم الذكرين، بيبقى في البط بيبيض. وطبعا بنجمع البيض والبطه اللي بتبيض مثلا بيضه 30 40 50 بيضه مثلا، بتتلم وتحطوا عليها حتى لو البيض مش بتاعها. يعني انت لو لميت البيض من بطه غيرها، المهم يتحط مثلا 50 60 بيضه هي بتنام عليهم. وبعد 30 يوم، من 30 يوم ل 45 يوم بيطلع البط اللي انا وريته لحضراتكم. وطبعا بالنسبه للفراخ، الفراخ اللي انا وريته لحضراتكم بيبقى معاه الدكين الحمر دول. ده الدكين الحمر، وده البيض اللي بيطلع من البط. طبعا وده البط. طبعا البطه بتنام على البيض، بيطلع البط ده بالشكل ده. يعني ده طالع من البيض اللي البطه بيضته، واخد بالك، لان البيض بيبقى طالع ببذره طالما معاهم ذكر. فطبعا انا حاطط ذكرين مع 3 بطات. طبعا دولت شغل بطه واحده، يعني 3 بيض بطه واحده. فطبعا حبيت بس لمسه بسيطه كده عشان ما اقدرش اخر طلب
اي حد متابع للقناه بالذات الشعب الشقيق والاخت العزيزه اللي من تونس، ده البط اللي طالع من بطه واحده. يعني بيضة حوالي تقريبا 15 بيضه، دي واحده بس، بيضه بطه واحده طبعا في وسط الدكارين. فطبعا اتحط البيض، نامت من 30 ل 35 يوم ل 45 يوم، طلع الكميه ديت حوالي تقريبا 15 16 بط بالشكل ده. طبعا ده الشقه اللي انا مقيم فيها، والشقه البابين ده همت دول الشقه. وده طبعا ايه الدكرين همت اللي حجمهم كبير شويه، اهو ده همت اللي ليه عرف كده من فوق احمر، وفي وسطهم البطتين دول. طبعا ده شهرمان ابيض برضو مربيه معاهم عادي، ما فيش مشكله. طبعا البطه بتقوم واخده جنب، بتقوم بيضه. البيضه طبعا بتلم البيض وترصيه وتحطيه، يعني مثلا مش شرط اي بطه تنام على اي بيض، يعني ممكن تجمع من الثلاث بطات دول مثلا بتاع 70 80 بيضه، وينام عليهم بطتين بس، مش شرط تكون بتوعهم، يعني مش شرط البيض يكون بتوعهم. طالما البيض فيه بذره، هي هتنام. طالما باضت، لو حتى 3 4 5 بيضات 10 بيضات، طالما باضت يبقى هتبيض على اي، هتنام على اي كميه هتحط لها. طبعا بنجيب ولو يكن مثلا شقه، احنا بنسميها في مصر شقه، يعني مثلا زي قفص، زي ركنه، نفرشها عفش، او مثلا زي حصيره كده، وترص البيض عليه، والبطه طبيعي هتيجي تنام على البيض، هتقعد من 30 يوم ل 35 يوم يطلع البط ده. تمام حضراتكم؟ اللي يطلع البط بالشكل ده. والبيض هيترص في حاجه زي كده وحاجه زي كده، بس بتحط عليه شوال زي ده، فرشه زي دي. وبعد من 30 ل 35 من 30 ل 45 يوم يطلع البط ده بالشكل ده. طبعا على فكره دي مش الكميه كلها، الحته الصغيره من ديت بتتباع بايه؟ ب 20 جنيه في مصر، رغم ان ده عمرها بتاع 4 5 ايام، يعني بتاعت 5 ايام تقريبا، بتتباع ب 25 30 جنيه دي. تمام. فمشروع سهل وبسيط جدا جدا. ودي الشقه بتاعتنا اللي انا مقيم فيها. وده السطح، ده السطح اللي انا حاطط عليه الحاجه، يعني السطح ده فوق الشقه على طول مباشره. يعني انا قاعد في تاني دور، والشقه والسطح ده في الثالث. يعني ده السطح الثالث فيه بالشكل ده، حاطط البط البلدي اهو الاسود، حجمه قليل شويه عن الذكوره ده اهو، ده ذكر اهو حجمه كبير شويه، ده عرف احمر اهو قدام. ومفيش مانع احط الشهرمان الابيض ده معاه. وريتكم طبعا الارانب قبل شويه، وعملت لكم فيديو له وطبعا وريتكم الفراخ البياضه اللي انا عملت لكم فيديو بيه. وطبعا على وعدي لحضراتكم ان انا ما اكسرش اي كلام من حضراتكم، بس اهم حاجه دعمكم و... ومتابعتكم وتشجيعكم، لان طبعا بتشجيعكم هنستمر والقناه تكبر، والحمد لله والشكر لله. انا بستمد بستمد وجودي بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعني على قناتي وتستفيد. طبعا انا بعتبر نفسي واحد من اهلي، فرجائي يعني تشجيعكم مستمر. وطبعا انتم مش مقصرين معايا في اي حاجه، الحمد لله بصراحه. يعني القناه بقالها تقريبا شهرين الا ايام، الحمد لله والشكر لله، جايبه مشاهده يعني مقربه على 2000 مشاهده، وحوالي 300 مشترك تقريبا. بس طبعا البركه في حضراتكم، عايزين تدعمونا اكتر واكتر، بفضلكم نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.